توفي منذ قليل رجل الأعمال فرج الرواص، صاحب توكيل السيارات اليابانية ميتسوبيشي. أوضحت مصادر مقربة بعد نبأ وفاة رجل الأعمال الشهير إنه ستقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد الرواص بالمذبحة عقب صلاة الظهر، والعزاء رجالا ونساء بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر. الجدير بالذكر إن فرج الرواص قد حصل على وكالة موتسوبيشي اليابانية للسيارات عام 1983، وظل وكيلا للشركة لمدة 27 عام حتى تم سحب التوكيل منه في عام 2010، لكن انتهت مدة العقد بينه وبين الشركة الأم في اليابان في 30 يوليو عام 2015. وعقب سحب التوكيل في 2010 أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بمحو وشطب الشركة المصرية سيد الرواص وشريكه من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة ميتسوبيشي اليابانية. وشهد عام 2013 حادث اختطاف ابنتيه الشهير، وتوفي ابنه محمد في 2016 في حادث سيارة على كورنيش النيل بمنطقة المعادي وهو بصحبة زوجته. وصرح وقت وقوع الحادث مصدر أمني إنه وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد رجل الأعمال، وبفعل حجب الرؤية الناتجة عن الشبورة المائية، مما أدى إلى اصطدامه في شجرة وحاجز خرساني أدت إلى اشتعال النيران بالسيارة.